التألق في نهائي كأس العرش الماضية عندما ساهم في تتويج الرجاء على حساب الجيش بتصدي لكرة القديوي. إذن متولي أول من سيسدد أمام الزوير العروبي. أول ضربة ترجيحية للرجاء البيضاوي صاحب الاختصاص هو محسن متولي، يصعد لتنفيذ، يركز كما يجب. إذن متولي يتقدم، هدف، أول هدف للرجاء في فصل ضربات الترجيح الأولى، والهدف لفريق الرجاء البيضاوي. شاهدوا متولي بكل هدوء بطريقته المعتادة، الحارس في جهة والكرة في الجهة المعاكسة، وبالتالي تقدم لنادي الرجاء. شاهدوا نظرة محسن متولي، نظرة ثاقبة، تركيز، هدوء، برودة الأعصاب، شيء مطلوب في تنفيذ ضربات الترجيح. إذن لمن ستكون الكلمة الآن؟ للصليف، يصعد لتنفيذ الضربة الترجيحية لفريق الدفاع الحسني الجديدي أمام خالد العسكري. أيضا خالد في أول امتحان في هذا الفصل الأخير، خالد العسكري أمام ليتشينام، سليف ليتشينام، يتقدم ليتشينام بطريقة جميلة، بطريقة جميلة. يعني هذه الطريقة تحتاج فعلا لثقة عالية بالنفس، تحتاج لثقة عالية بالنفس، لأن الطريقة اللي وضع فيها الكرة بالشباك نعم تحتاج لثقة عالية لا يفعلها إلا الكبار، لا يفعلها إلا الكبار. يعني في المقص الأيمن لمرمى الحارس هنا خالد العسكري تحرك قبل تسديد الكرة، تقريبا تحرك بلحظات قبل تسديد الكرة، بالتالي سهلت المهمة على اللاعب ليتشينام. إذن 1-1 بين الفريقين. ليتواصل التشويق، هو عبد المجيد الدين الجيلاني من يتكلف بتسديد الضربة الترجيحية الثانية أمام الزوير العروبي. إذن عبد المجيد الدين الجيلاني يتلقى إشارة تنفيذ، هدف بنفس طريقة محسن متولي وكذلك ليتشينام. إذن هدفان مقابل هدف واحد. كل ما سجل نادي الرجاء البيضاوي كل ما ازداد الضغط على لاعبي فريق الدفاع الحسن الجديدي من اجل التعديل. هذا هو عبد المجيد الدين الجيلاني، لاعب النادي المكناسي سابقا. يعني هنا عبد المجيد الدين احتاج للقوه، سددها بقوه وكان موفقا. اذا من التالي في التنفيذ؟ الكل يضع يده على قلبه، هو احمد شاكو. الصعيد معروف انه يسدد بقوه، شاكو معروف انه يسدد بقوه فعلا. شاكو كاد ان يضيع شاكو، قلت بان شاكو دائما هذه طريقته في تنفيذ ضربات الترجيح. يعني هنا ضربات الجزاء تنفذ بقوه من احمد شاكو وكان محظوظ فيها فعلا. بعض الأحيان تحتاج إلى الحظ ليكون بجانبك، وفعلا الحظ كان بجانب المدفعجي أحمد شاكو. فعلا لاحظوا ردة فعله بعد التنفيذ، لأنه تنفس الصعداء، لأن كان بإمكان العسكري أن يصد الكرة الماضية. إذا هدفان لمثل إمامان الثالث من جانب الرجاء البيضاوي. نظرة على الكأس الفضية، هل تذهب للدفاع أم لنادي الرجاء البيضاوي؟ فيفيان مابيلي هو من سينفذ ضربة الجزاء الثالثة للرجاء البيضاوي امام الزوير العروبي. يقف في مكانه فيفيان مابيدي، يتقدم فيفيان بشكل جميل. يعني الزوير العروبي يعتقد انه تحرك شيئا ما قبل التنفيذ. شاهدوا القراءة لم تكن موفقة بالنسبة للزوير العروبي، وبالتالي الكرة تستقر في الشباك. 3-2 للرجاء البيضاوي. داخل القدم هنا بطريقة جميلة جدا اللاعب مابيدي يسجل الهدف الثالث. من سيسدد هو بكر الهلالي. بكر الهلالي عنده سوابق في ضربات الترجيح. بكر الهلالي عنده سوابق، وبكر الهلالي يسجل هدف.
يسجل هدف رائع، هدف فعلا طريقة رائعة. شاهدوا الكرة كيف سددت من بكر الهلالي. تحتاج لدقة مثل هذه التسديدات، وفعلا الدقة كانت موجودة عند بكر الهلالي، كانت صعبة على خالد العسكري. إذا 3 مقابل 3، تعادل دائما، ويتواصل التشويق في ضربات الترجيح الرابعة للرجاء. الآن زكريا الهاشمي هو من سينفذ ضربة الترجيح الرابعة للرجاء. ايضا يتلقى اشاره التنفيذ زكريا الهاشمي، زهير العروبي يصد، زهير العروبي هذه المره قراءته كانت ممتازه، يصد كره اللاعب زكريا الهاشمي ويقرب الكاس للجديده، قرب الكاس للجديده. شاهدوا ردة الفعل الممتازة لزهير العروبي، قلت بأنه أسد ضربات الترجيح، تألق أمام الوداد وتألق أمام رجاء بني ملال. هل يكون الحال كذلك في مباراة النهائية أمام الرجاء البيضاوي؟ زكريا إذن يضيع ضربة الجزاء الرابعة للرجاء البيضاوي لتبقى النتيجة على حالها 3 مقابل 3. حسرة كبيرة على ضياع ضربة الترجيح من جانب زكريا الهاشمي. ايضا من سينفذ الرابعة للجديدة خالد العسكري، يترقب هذه الكرة والمهدي قرناص. هدف للدفاع الحصري الجديدي. ايضا 4 مقابل 3 مشاهدينا الكرام. اذا نسير نحو تنفيذ الضربة الترجيحية الأخيرة للرجاء البيضاوي. شاهدوا كان قريب خالد العسكري من صد المهدي قرناص، سدد بقوة في الركن الأيسر لمرمى الحارس خالد العسكري. الجديدة تقترب من الكاس، الجديدة تقترب من الكاس، والمدرب بنشيخة يقترب من الدخول للتاريخ من أوسع أبوابه كأول اسم يصنع لقب للدفاع الحسن الجديدي. ولكن المباراة لم تنتهي بعد، إذا ضاعت ضربة الترجيح هذه ستنتهي المباراة. إذا من تنفذ ضربة الترجيح؟ الراقي يسجل. إذا نحن على موعد مع الضربة الترجيحية الفاصلة. هذا هو عصام الراقي بشكل جميل في الزاوية الميتة في المكان الصعب على حراس المرمى، فعلا كانت صعبة على زهير العروبي. فعلا الراقي نفذها بطريقة جميلة جدا. إذا من سيكون صاحب الضربة الترجيحية الأخيرة التاريخية؟ من سينال شرف تنفيذ الضربة الترجيحية الأخيرة التي تصعد بالجديدة لمنصة التتويج والكل يترقب؟ الجديديون هل يكونوا على موعد مع التاريخ في هذا اليوم المجيد في المغرب عيد الاستقلال؟ إبراهيم النقاش يسعى لتنفيذ ضربة الترجيح. إبراهيم النقاش يتقدم، إبراهيم الحكم يعطي الإشارة، وإبراهيم تضيع يتواصل التشويق في هذه المباراة. كانت أمام إبراهيم النقاش فرصة لتمهيد الطريق نحو البوديوم بالنسبة للدفاع الحسن الجديدي، ولكن هنا العارضة فعلا تقف أمام إبراهيم النقاش. لنعود إلى نقطة البداية مرة أخرى، نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى ونبدأ في السلسلة الثانية. شاهدوا مرة أخرى إبراهيم العارضة. هذه ذكرتني بمباراة 2005 في النهائي بين أولمبيك خريبكا والرجاء. خريبكا كانت عندها الضربة الترجيحية الأخيرة وكان بإمكانها أن تحسم اللقب، ولكن كرة اللاعب الخريبكي اصطدمت بالعارضة وأعادت اللقاء من نقطة البداية ليفوز الرجاء باللقب. هذا حصل في 2005، هل يتكرر في 2013؟ إذا ضربة الترجيح الرجاوية تنفذ بهذه الطريقة.
زهير العروبي. اوه يا اسد ضربات الترجيح، يا اسد ضربات الترجيح، تقرب البعيد، تقرب الكاس مرة أخرى بعد أن ابتعدت للحظات. ها هي تقترب من الجديدة، ها هي تقترب من دكان مرة ثانية. زهير يا زهير، أسد ضربات الترجيح، بعدت الوداد عن المنافسة، أقصيت بني ملال. هل تكون فعلا اليوم صانع مجد الجديدة باللقب الغالي الذي انتظره الجديديون منذ 56 سنة؟ إذن زهير العروبي هو من سينفذ ضربة الترجيح. ستدخل التاريخ يا رجل إذا فعلتها. الرجاء تبقي على الحظوظ، الرجاء تبقي على حظوظها. خالد العسكري في دور البطل في محاولة تصدي هذه الكرة. هل هو زهير من سيسدد؟ هل زهير أم أيوب سكوما؟ تترك لزهير العروبي، تترك لزهير العروبي. ماذا يقول بن شيخة؟ هل يفضل سكوما؟ إذن زهير العروبي هو من سينفذ. إذن زهير العروبي أمامك فرصة للتتويج باللقب الغالي. زهير العروبي، جول جول، دفاع الحسني الجديدي، بطل لكأس العرش.